في كتاب كان بيتكلم عن الفشل، بيقول لك ان للفشل قيمة مادية كبيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. انا اول ما قريت الكتاب افتكرت قيمة مادية، ان انا كل ما افشل هخسر. اكتشفت ان الكتاب بيبص للفشل بمنظور تاني خالص. الفشل متعة. ميزة الفشل ان هو بيديك فرصة تانية انك انت تكرر حاجة جديدة عشان تنجح من خلالها بدل الطريقة القديمة بتاعتك. فبالتالي بتضغط على عقلك وبتضغط على نفسك عشان خاطر تطور من نفسك وبتدور على فكرة جديدة. فدايما لما تيجي تبص للفشل، بص للفشل بقيمة معنوية كبيرة، ان الفشل ده بيطور منك وبيخليك تجمع لنفسك حلول غير. يعني انا ماشي في طريق لقيته مسدود، خلاص كده مش همشي فيه تاني، هبدأ ادور على طريقة ازاي افتح الطريق، او على طريق تاني ازاي اروح منه المشوار بتاعي، وهفضل ادور على 100 فكرة في دماغي عشان خاطر اوصل لايه؟ لهدفي. فبالتالي الفشل قيمة كبيرة جدا جواك. عشان كده هنمسك مع بعض في 5 وسائل ومواجهة الفشل. قال لك لا تعتبر الفشل مجرد فشل، بل درس يجب عليك الاستفادة منه. فدايما بص للفشل ان هو فرصة تانية. 2، لا تعتبر الفشل مجرد فشل، بل فرصة لتنمية روح الدعابة لديك. الموضوع بيفرق من نظرتك انت للأمور ومن نظرتي انا للأمور. انت بتبص على نص الكوبايه الفاضي، لكن انا ببص على نص الكوبايه المليان. وممكن الموقف اللي حصل من العميل انا اخده بروح الدعابه ويبقى عباره عن ايه؟ طريق بيني وبينه خلاه ابتسم وخلاني انا كمان ايه؟ ابتسمت واطمنت ان انا اعرف اتكلم معاه بصوره ايه؟ مرضيه. فما تبصش للامر بصوره سيئه. 3، الضحك، انك تضحك على الاخطاء اللي انت بترتكبها وانت بتبيع مره واثنين وثلاثه، اللي بيخلق جواك عدم لا مبالاه. I don't care، يعني خلاص انا بقيت بارد. لو بقيت لما بغلط قدام العميل خلاص بعديها، مش مهم. ليه؟ اتعودت. يعني متعوده دايما، خلاص انا اتعودت بقى. بغلط مره واثنين وثلاثه وانا اتعودت كده، فمبقاش ياثر فيا، وما بقاش الامر ده يسبب لي خجل قدام العميل او يسبب لي احراج قدام العميل. لا، بقيت جلده وبارد، ما فرقش معايا، لان عدى عليا بدل مره 100 مره. 3، لا تعتبر الفشل مجرد فشل، بل فرصة لإيجاد أساليب جديدة لتنمية أدائك وأسلوبك في البيع. لأنك في كل مرة بتقعد مع العميل وبتبيع له وما يشتريش منك، أنت بتحس إن في غلط في الموضوع، فبترجع لنفسك، بتراجع أفكارك، فبالتالي بتدور على طريقة جديدة تخش بيها للعميل. فبالتالي أصبح إن عندك أكتر من طريقة وأكتر من دخلة لنفس العميل، إنك أنت إزاي تبيع للعميل بصوره مرضيه. بمعنى انا قاعد للعميل وببيع له، حسيت العميل ملان، لا اخش بقى على ايه؟ على الطريقه الثانيه. ليه؟ العميل ممكن يكون بصري، ممكن يكون حسي، ممكن يكون سمعي. طب طريقه البصري والحس والسمع زي بعض؟ طب ده البصري ده زي حالاتي، راجل بتلاقيه بيتنفس من تلت صدره الفوقاني وافكاره سريعه وبيتكلم دايما بسرعه ودايما ايه؟ ما تاخدوش كده ايه تحكي له قصه حياتي التامين والبيع، هيمل منك. الراجل ده الثقة والأمان، الشركة على طول إيه؟ البرنامج هياخد كام، والتأمين إيه؟ مميزاته إيه؟ فيه كام أو فيه إيه؟ فأنت تتكلموا عن الشركة وتدخل على طول على الموضوع والبرنامج اللي حاسس إن هو ممكن يليق عليه والنتائج، كل ده لازم تصفه له في ربع ساعة. لو قعدت معاه نص ساعة، لو أنت أم كلثوم مش هيسمع لك وهيمل منك. وما تخلوش يعني الراجل ده عملي شوية، فما تخشلوش من ناحية سوري يعني، ليه دخلة عملية شوية غير الحسي. الحس ده لما تيجي تدخله عن طريق العيال والولاد والمستقبل وولادك، بتلاقيه بيفكر بينه وبين نفسه كده، ودايما يكون كلامك هادي معاه، والوتيرة بتاعت صوتك سلو داون، يعني واطية وهادي، وبتتكلم واحدة واحدة وخده على الرايق، ودخلتك كده تكون لطيفة وهادي. ده الحسي. والحس والسمع قريبين من بعض، بس هو اي بني ادم فيه الثلاثه، بس انهي واحده هي الطاغيه على الاثنين التانيين. فعشان كده انت بتطور من نفسك مع كل عميل بتقابله. 4،
قال لك لا تعتبر الفشل مجرد فشل، بل لعبة يجب الفوز بها. لما تلاقي نفسك انك انت دخلت في عمليات بيع كتيرة، فده بيولد جواك نوع من الخبرة والثقة بالنفس والأمان والثقل وانت بتبيع. فكتر ممارسة الشيء بيولد عندك ثقة بالنفس رهيبة وخبرة كبيرة. فانت كل يوم بتنزل شغل وبتكلم عميل، انت اصبح عندك رصيد متكون جواك من طرق البيع ومن الاساليب ومن انك انت ازاي بتحفز نفسك انك انت ازاي تفوز. 5 واخر نقطة، لا تعتبر الفشل مجرد فشل، ولا تعتبر الفشل مقياس لشخصيتي والحكم عليا، ولكن مرات نجاحي هي ايه؟ المقياس. يعني الكلام ده يعني ما تعتبرش الفشل حكم على بني ادم انه فشل 5 6 مرات، لانه ممكن يكون وسط ال5 دول هو نجح مرة او 2، في غيره فشل 10 مرات ونجح مرة بس. فانت بص على مرات نجاحه من وسط فشله، هتعرف شخصية البني ادم اللي قدامك. طب يا ميلاد، انت كنت بتقول في 5 اساليب لمواجهة اعتراضات العملاء. انا مش بقول لك ازاي ترد على العميل، انا بعلمك ازاي تمتص فشلك مع العميل بطريقة احترافية وتطور من نفسك. و5 اساليب دول يخلوك انك انت تبص للفشل بمنظور تاني، ان الفشل متعة، الفشل تطور، مش الفشل الحكم بيه على نفسي. الفشل لعبة انا لازم افوز بيها، الفشل بيخليني اطور من اساليبي، الفشل بيولد عندي خبرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فهمت دور الفشل في تحقيق النجاح ايه؟ فالحمد لله على نعمة الفشل. هو انا مش حابب اطول عليكم، بس هو الكتاب ده فعلا كبير، فاحنا هناخده على 3 أو 4 مرات. بس حابب اقول لك على اخر نقطة هتعجبك قوي في موضوع الفشل. ايه يا ملان، انت كل شويه عمال تقول الفشل الفشل، يا عم انت بتعايرني؟ انا مش بعايرك والله، الهم طايلني وطايلك. بس المساله في حته ايه؟ ان الفشل دي حاجه موجوده زي النجاح بالظبط، يمكن اكتر من مرات النجاح اللي انا نجحتها، قد النجاح يمكن 10 مرات فشلت. فعشان كده لازم اكلمك عن الحاجه اللي انت مش واخد بالك منها واللي بتمر بيها كل يوم، الفشل. عشان كده هعلمك يعني ايه القيمه الماديه للفشل. لو انا دخلت العميل وجيت ابيع له والعميل ده ما اشتراش، وجيت للعميل التاني والعميل التاني ده ما اشتراش، يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ مع الناس اللي واخده الشغلانه باحترافيه وبتحب الشغلانه قوي، مش واخدها سبل من سبل العيش وخلاص، هتلاقيه لما يدخل لعميله ما يبيعش والتاني وما يبيعش بيتضايق وبيزعل، وبتولد جواه نوع من انواع التحدي. فبتلاقيه لما بيقعد مع العميل رقم 3، انا لازم ابيع لك يا قاتل يا مقتول، انا لازم ابيع لك، انت هتشتري هتشتري. فخلاص دماغه قفلت، هو خلاص مش هيتفاهم. تيجي تقول له صباح الخير، مش مهم، النهارده انا لازم ابيع. فبتلاقي نفسك طالع من العميل اللي ما اشتراش متضايق، وحاطط عينك على العميل ده زي النسر اللي باصص على فريسته، هتفترس العميل، هتبيع له هتبيع له. ما هو مش انا اللي اقعد مع 3 عملاء وما بيعش، هبيع لك هبيع لك. الطاقه اللي اتولدت جواك دي تنور شارع. فبالتالي انت بدات تستفاد من بعض المواقف المش حلوه، اللي هو الفشل، اني ما بعتش مره او 2، فاعرف قيمه الفشل. هناخد الكتاب ده على 3 4 مرات. اتمنى ان اكون قدمت حاجه ولو بسيطه نقدر نتخطى بيها لحظات الاحباط اللي بتمر علينا كبروكر. استنوني الحلقه الجايه هنكمل بقى الكتاب. يا ريت تعرف يعني ايه ان الفشل فعلا متعه وبيولد جواك شخصيه جديده كل يوم. استناني الحلقه الجايه مع مناد روحي في ديناميت. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. ولو عندك اي حاجه اقدر اطور بيها من نفسي او استفاد بيها، او في حاجه في الفيديو مش عاجباك، يا ريت تبلغني. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ومش هطول عليكم، نهاركم سعيد.